التهاب الشعب الهوائية هو التهاب بيصيب المواسير الهوائية اللي بتدخل الهواء للرئتين، وبيحصل لما الجدران الداخلية للشعب تتعرض لتهيج شديد يخليها تنتفخ وتفرز مخاط زيادة عن الطبيعي، وده يعمل انسداد نسبي في مجرى الهواء ويخلي التنفس أصعب من العادي. ومع الوقت يبدأ الشخص يحس إن نفسه أقصر وصدره تقيل وكأن في حمل واقف جوه. الالتهاب ده بيظهر غالبا بعد دور برد أو إنفلونزا، لأن الفيروسات بتكون دخلت الجهاز التنفسي وخلت الشعب في حالة التهاب، وده بيخليها حساسة لأي تغير بسيط في الجو. في الشتاء الموضوع بيزيد بشكل واضح لأن البرودة بتنشف الأغشية المخاطية وتضعف دفاعاتها، فمجرد هبة هواء بارد ممكن تعمل تهيج كبير يزيد من الأعراض. ولما يحصل الالتهاب، الجسم يحاول يدافع عن نفسه بإفراز مخاط كتير علشان يحاصر الميكروبات ويطردها، لكن المشكلة إن المخاط الزيادة ده بيتراكم جوه الشعب وبيعمل كحة مستمرة علشان يخرج، فتلاقي الشخص طول اليوم بيكح، ساعات كحة ناشفة وساعات كحة مصحوبة ببلغم لونه أبيض أو أصفر أو أخضر حسب درجة الالتهاب. في البداية الكحة ممكن تبقى خفيفة، لكن مع مرور الوقت تزداد لدرجة إنها تمنع النوم وتسبب وجع في عضلات الصدر والبطن بسبب المجهود المتكرر. ومع الكحة المستمرة يبدأ يحصل صفير مع النفس، وده بيكون صوت الهواء وهو بيعدي من مجرى ضيق نتيجة الالتهاب والبلغم. ومع ضيق النفس يحس الشخص إنه مش قادر ياخد نفسه للآخر، خصوصا أثناء المجهود أو لما يدخل مكان حرارته مختلفة عن الجو. في ناس بتشتكي من صداع وإرهاق عام وتكسير في الجسم، لأن الجسم كله بيبقى شغال في حالة مقاومة، وفي بعض الحالات تكون في حرارة بسيطة بسبب الالتهاب، خصوصا لو كان فيروسي أو بكتيري شديد. التهاب الشعب الهوارية ليه نوعين: نوع حاد وده بيظهر فجأة بعد دور برد ويتحسن خلال أيام أو أسابيع، ونوع مزمن وده بيحصل لما الشعب تفضل ملتهبة لفترات طويلة ومتلاحقة على بعضها، وغالبا بيكون عند المدخنين، لأن الدخان بيعمل تهيج مستمر للشعب، ومع الوقت يحصل تغير في طبيعة الجدران نفسها فتفضل تنتج مخاط كتير ويصعب إنها ترجع لحالتها الطبيعية. المدخنين بالتحديد بيلاحظوا كحة صباحية مزمنة وبلغم مستمر وصعوبة في النفس حتى من مجهود بسيط، وده لأن الشعب عندهم بتبقى ضعيفة ومتضررة ومش قادرة تنظف نفسها. التعامل مع التهاب الشعب الهوائية بيحتاج راحة كويسة علشان الجسم يعالج نفسه، وشرب سوائل دافية كتير يساعد على تمييع البلغم وتخليص الجسم منه بسهولة بدل ما يفضل ماسك ويسد الشعب. وكمان البخار السخن سواء من دش سخن أو جهاز بخار يساعد على فتح الممرات الهوائية وترطيبها. لازم الابتعاد تماما عن التدخين أو حتى الجلوس مع مدخنين، لأن الدخان بيزود الالتهاب بشكل فوري ويخلي الحالة تزداد سوءا. الأدوية في المرحلة دي بتشمل موسعات شعب تساعد على فتح الممرات الهوائية وتسهل دخول الهواء وخروجه، وأدوية مذيبة للبلغم تقلل لزوجته وتسهل طرده، وأحيانا مضادات حساسية لو في احتقان أو تهيج شديد، وفي حالات معينة بس لو الدكتور لاحظ إن في عدوى بكتيرية قوية ممكن يكتب مضاد حيوي، لكن مش كل الحالات بتحتاجه. من العلامات اللي بتقول إن الحالة محتاجة دكتور فوراً: ضيق نفس شديد، زرقة في الشفايف أو الأظافر، ألم قوي في الصدر، حرارة عالية مش بتهدى، أو كحة فيها دم. الأعراض دي معناها إن الالتهاب زاد عن الطبيعي أو حصل مضاعفات زي التهاب رئوي، وفي الحالة دي لازم تدخل طبي. الناس اللي عندها ربو أو مرض رئوي مزمن لازم تكون حريصة أكتر، لأن الالتهاب عندهم ممكن يسبب نوبة ربو أو انسداد شديد في مجرى الهواء. والوقاية هي الأساس، وبتبدأ بالحفاظ على مناعة قوية من خلال نوم كفاية، أكل متوازن فيه خضار وفاكهة، شرب مية بشكل منتظم، وتجنب الإرهاق الشديد، لأن قلة النوم وضعف الجسم بتخلي أي فيروس يدخل بسهولة. لبس تقيل في الشتاء مهم جدا، خصوصا على منطقة الصدر والرقبة، لأن البرد المباشر بيهيج الشعب بسرعة. غسل الإيدين بانتظام وتجنب لمس الوجه بعد ملامسة أي سطح، لأن الفيروسات بتتنقل من غير ما تحس. كمان استخدام ماسك في الأماكن الزحمة في الشتاء يقلل انتشار العدوى بشكل كبير. وفي حالة أي حد بيتعرض لإصابة متكررة بالبرد أو التهاب الشعب ممكن يفكر يستشير دكتور عن مكملات تساعد على المناعة أو بخاخات بسيطة تحافظ على اتساع الشعب في الجو البارد.
في النهاية، التهاب الشعب الهوائية مرض شائع جدا، ومعظم الحالات بتتحسن تماما مع الراحة والعلاج الصح، لكن مهم إن الشخص يسمع لجسمه ويتابع أعراضه، وما يهملش في الكحة أو ضيق النفس، لأنها ممكن تتحول لحاجة أكبر لو ما اتخدتش بجدية. ومع الالتزام بالنصايح والبعد عن التدخين والاهتمام بالجسم، الشخص يقدر يعدي الالتهاب ده بسهولة ويرجع يتنفس براحة ويعيش يومه من غير أي تعب.